السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحوال طيبة. مرحبا بكم في قناة عالم مريم للطبخ والتجميل. اليوم الفيديو ديال اليوم غنصاوبوا السمن. بسم الله على بركة الله. خديت ناخذ الزبدة بلدية اللي كنكونوا في فصل الربيع وكتكون هكا الزبدة غزالة وطرية. هنا كنوريكم الزعفران الشعرة. الا بغيتي هذا اختياري، تقدري ديري غير الزعتر والملح. هنا 5 المعالق ديال الزعتر، وغادي نضيف 5 المعالق ديال الملح حتى هما كبار. صافي كنديرهم في ديك الكاسرونه فيها الماء، نوضعهم على النار حتى كيغلى ليا داك الزعتر في ديك الملحه والذوب. كنخليه يبرد نوضعو جانبا. هنا خديت الزبده. ضروري من هاد العمليه كنظفوها من داك اللبن اللي كيكون فيها وداك الشيء 2 مرات اللي نظفتها، وكنخليها هكا كتصفى. من بعد ما كيبرد ليا هذاك المحلول اللي صايبت، غادي نديرو في صفايه بحال هكا، نصفيه حتى كيبرد. فوالا كناخذ الزبده ديالنا اللي غسلت مزيان 2 مرات حتى كنحيدو منها اللبن. ضروري تحيدي منها اللبن باش ما كتغمالش ليك. هذاك اللبن غادي يخسرها ليك الا بقى فيها. صافي غادي نحاول دابا هاد الزبده نعجنها في هاد المحلول اللي صايبت اللي فيه الملحه والزعتر. ضروري ندخل فيها الملحه كلها مزيان باش كنملحها. هي الطريقه راه مشروحه. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك وبالاشتراك، وشكرا. هاد السمن ان شاء الله يوجد، ان شاء الله يوجد لينا في شهر رمضان، علاش لا. غادي نعاونو، غندير ليه نزيد ليه ملعقه ديال السمن اللي كيكون عندي. الا بغينا نسرعوا العمليه نديروها. ما بغيتيش عندك الوقت، بغيتي تخليه الى وقت اخر، تقدري تخليه ما تزيديش ليه ديك الملعقه ديال السمن. صافي نتوما كتشوفوا كيفاش ولا مني خدمته في هذيك المحلول اللي صايبت ديال الزعتر والملحه. دابا هاني ضفت الملعقه ديال السمن اللي قلت لكم، وغادي نضيف شويه الزعفران الشعره. هذا اختياري، الا عندك ما عندكش بلاش. صافي نحاولوا نخدموا هاد العناصر بجوج اللي زدت، ندمجهم في الخليط ديال الزبده، وناخذوا واحد هذا ديال الطين. هذه كتساعد باش تحتفظي به في الطليله ديالو، حيت ما خصوش يكون يشوف الاشعه الضوء، وما خصوش يشوف يقيسوا البرد. هنا خديت هاد ورق الطبخ، وغادي نضيف الطرف ديال الالومنيوم حتى هو. فوالا نحرصوا باش نغطيوه مزيان على البرد، ما خصوش يدخل ليه البرد. فوالا ونعاودوا بالبلاستيك من الفوق نحزم عليه. صافي وكنوضعوا في شي بلاصه اللي تكون هكا دافيه ونطرفها هكا، ما نخليش يعني نحاولوا نطرفوه في شي بلاصه، بما اننا ما غنستعملوش ديك الساعه. نساوه شويه بهذا المعنى، نساوه شويه، وان شاء الله ملي غتحلي غتلقاي السمن ديالك غزال، ريحته كتعطي منين ومنين. كنتمنىكم تجربوه، وعواشر مبروكه، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وها هو السمن ديالنا.